جنبي. فممكن اذا اطمنت على احمد جمهورية احمد وامل راح اعمل حفلة. مش عايزين ترند، خلاص. ما فيش مقالب. حاعمل حفلة غنائية. بحجز مكان كده بالشارع المصري، ونعمل اجواء حلوة ومسابقات حلوة وفعاليات. وبجيب هذول اللي يعملوا فعاليات، وبجيب مايكات وهذا ومهرجان. واعمل مهرجان ان شاء الله، اذا مش بالسفرة دي بالسفرة الجاية نكون مطمنين على جمهورية احمد وامل. بشكر السلطات المصرية على تقديرهم لعبد الله ولد الكويت، ولد مصر. أشكر السلطات المصرية، أشكر الشعب المصري حكومة وشعبا. آه، بقول أنا كنت متوقع غير مصر، لقيتها غير، لقيتها غير، لقيتها جميلة صراحة يعني والله العظيم. مش زي وأمان وأمن وأمان. يا جماعة أنا صار الحين 6 أيام والله ما أمن وأمان، أمان جدا أمان. آه ف آه يعني حنا مش عايزين نسوق الصورة. أمس قبل أمس اللي قالوا يعني سلبية. ليش القنوات يعني بتتعمد بتطلع انه مصر مش امن وامان؟ انتوا كده والله العظيم اقسم بالله الضابط بيقول لي كده، وبيقول لاحمد جمهورية احمد وامل، بيقول يعني بالعكس اقتصاد مصر قائم على السياحة. يعني من اهم الحاجات هي السياحة، هي اللي تنهض بالدولة. السياحة تنهض بالدولة. ما تهربوش السياحة، ما تطلعوش مصر بصورة سيئة. رسالتي لكل مصري شريف، المصري مش لا، المصري بأفعاله. في مصريين محترمين، في مصريين للأسف أصحاب قنوات بيشوهوا صورة مصر، وده أنا قلتها. أزود ما هي مشوهة للناس للخارج، بتشوه صورة مصر بخلال القنوات. أنا بقصد ف برأت طارق انه ملوش دعوة بالمقلب نهائي. هو بس صور نفس اللي صوروا كلهم. يعني طارق حاله حل اللي صوروا. بس ما له علاقة بأي حاجة ثانية. بشهادة جمهورية أحمد وأمل، بشهادته اللي قالوا لي. درانية منور مصر، نوركم نوركم معزو. ايه ايوه يا معزوز، عطيهم النصايح، محدش يفكر يعمل بفرح مقلب. والله احمد عنده ترندين من اروع الترندات. وجودي انا بمصر وحضور فرحه. وكمان عنده ترند اللي هو شو اسمه ترند الفرح. وانا قلت له يا احمد في ترندين، يا احمد في ترندين. عايز من الترند ده ايش؟ عايز من الترندي ده ما اشوفه يعمل لك اضافه يعني. لا، ده اللي راح ينقلني، راح يعمل دوشه. قلت اوكي يعمل دوشه. هو فكر دوشه يعني دوشه انه مش للسلطات وانه يكبر، لا، دوشه للمتابعين، يعني انه يعني حركه جديده، انه يعني ترند. الموضوع كبر، ويا رب يعدي على خير. انا متوتر الحين، ما ادري، ناس تقول يعني ما اعرفش ايش، وناس تقول ما اعرفش ايش. انا مستني وان شاء الله خير، ولازم اطمن. يعني هم والله مشكورين عائلة جمهورية احمد امل انهم يطمنوا علي،
المفروض انا اللي اطمن. فبس ما عندي ارقامهم، واحمد محجوز ما اقدر